ان احنا مصريين ما عندناش اي نوع من انواع الابداع حتى في التهنئة اللي هي ابسط حاجة يعني. فتلاقي برودكاست واحد كده جاي لنا كلنا عشان السنة الجديدة، فاهم؟ تلاقيه هو المفروض ان هو حاجة مفرحة، يعني انت بتهني حد على مناسبة جديدة تبقى حاجة مفرحة، لكن هي ادائها بيبقى حزين. اللي هو يا رب، يا رب السنة الجديدة تبقى حلوة عليك وتحقق فيها كل اللي بتتمناه، واللي ما حققتوش في 2016 ها تحسه بيعايرك. بجد تحسه بيعايرك، ولا اللي ما حققتوش في 2016 يا فاشل، يا فاشل يا اللي مالكش لازمه، تحسها كده. فانا بس يعني ثانيه واحده بس، هو انت اللي جيت لي السنه اللي فاتت برضو، والله انت، وقلت لي نفس البقين المعفنين دول بنفس الايموشنز وبنفس السمايل فيس السخيف اللي هو عامل كده. اتطربقت على دماغي بسببك، يعني بسبب رسالتك السنه اتدمرت. سقطت وفركشت وعملت كل حاجه غلط ممكن تتعمل بسبب رسالتك القذره دي. فانت جاي لي برضو السنه دي، وبعدين تلاقي ناس لطيفه جدا كاتبالك على الفيسبوك كده ستيتس: لو ما تعرفني او ما تعرفنيش سيب لي اي كومنت فيه ذكرى حلوه، سيب لي اي كومنت فيه حاجه حلوه في شخصيتي، سيب لي اي كومنت فيه ملابس داخليه، يعني سيب لي اي حاجه او انا محتاج اي حاجه. فبتحسه بيشحت. ده ايه؟ ده ايه الاحتياج اللي احنا بقينا فيه ده يا جماعه؟ هو الاحتياج فعلا بيعمل كده يعني؟ والله العظيم يعني. طب وبعدين ازاي يعني؟ هي مش منطقيه. يعني ازاي لو تعرفني او ما تعرفنيش؟ ما لو ما اعرفكش مش هشوف البوست يا غبي. ده انت غبي جدا، ده انت غبي جدا زي اللي فات والله. لا اله الا الله. انا بعتذر جدا يا جماعه عشان عندي برد، بس انا عندي برد من 2010 مش راضي يروح. بجد لدرجه ان احنا بقينا بنعتبره واحد من العيله. بقى قاعد في اوضتي، امي تقول لي يا ابني عامل ايه النهارده، فاهم؟ تخش صحينا انا وهو، انت بتعمل لنا فطار انا والبرد اللي عندي.